قبور عليها لا قبور ما يبنى. مبنى. مبنى في فتحة. في فتحة؟ في فتحة. شوف فتحة دحين ما دخل شخص؟ أنا أشور عليك. ايوه. أكثر الناس بتروح تزور الحبيب فين؟ تزوره بالمواجهة زي ما أنا شايف. اي نعم. لا اقرب عند الراس أنت تيجي عند الراس. الروضة. أفضل. في باب في شبك حديد. اي نعم. في شبك حديد زي هذا. اي نعم. في طاقة كده. اي نعم. صغيرة توقف عندها. اي نعم. تتجه القماش رايح على جوا. اي نعم. القماش هذا. تعالوا شوفوا انا هو هذا شوف الطريق. القماشه الحمراء هذه اللي الطريق داخل الخضراء. الخضراء اللي هو اللي في داخلها حمراء مكتوب عليها. ايوه هو الطريق هذا اللي يوديك على القبر. لكن فيه يمكن الدخول ولا ما يمكن؟ لا. الفتحه صغيره. فتحة صغيرة. كم قدرها؟ قدر كذا؟ صغيرة ممكن الواحد يدخل بس مين يقدر يدخل؟ لا لكن اقصد هي تدخل شخص. هي تدخل شخص. قائم ولا لا نايم. مو قايم كده وقفه لا. كان يجيني عبد يماني حق البترول يزور من المحل هذا. اي نعم. لكن بالنسبه الان القبور كيف تصور لي ارسم لي باليد بس اعطيني شوف اعطيني شوي يرسم لنا بس سوا لا لكن كيف شوف هذا قلت شوف ارسل لك هذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هنا سيدنا ابو بكر. ايوه وهذا عمر. هنا عمر. كل واحد الراس جاي حق الرسول على ناحيه الروضه. اي نعم. رجوله على ناحيه البقيع. اي نعم معروف يحتاج. سيدنا ابو بكر راسه تحت رجول رسول الله. سيدنا عمر راسه تحت سيدنا ابو بكر. لأن هذه الناس يختلفون فيها كثير. بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم عمر وراء. لا هي رص. أنا أسألك الآن سؤال اكتبوه. طيب لحظة أي أشرب بس شيخنا أشرب بالبركة. شيخنا تعرف حجرة فاطمة؟ حجرة فاطمة اللي وراء. إيه هي حجرة فاطمة من هنا تدخل. لكن صحيح فيها قبر فاطمة؟ لا قبر فاطمة في البقيع. هذا حجرتها وكان في هي كانت تسكن فيها لكن وكان في لها سرير. تعرف السرير حق النوم؟ كان لها سرير وفي سحارة شنطة. لحاجاتها. ولما جاءت الحكومة التركية شالت الحاجات هذه. أنا حصلتها. نعم أدركت. شالت الحاجات هذه والسرير كله شالته. لأن هو في خلاف أين دفنها علي رضي الله عنه لأنه ما أعلن دفنها ما أعلنه في البقيع وما أخرجها. متأكد في البقيع مع أهل البيت. هو معروف المكان الآن اللي يقال هذا قبر فاطمة وجوه الشيعة كثير. هي استريحوا طيب يتحدث. ناس أذنوا نجوى. أي أشرب. لا أنت متأكد الآن أن حجرة فاطمة ليس فيها قبر؟ لا ما في قبر فاطمة. تدخلها ولا ما تدخل؟ دخلتها واحدة مرة واحدة في حياتي. واحدة مرة دخلتها. وبالنسبة صور فوق $1. بالنسبة لحجرة حفصة اللي قدام. نعم. حجرة حفصة اللي قدام في المواجهة. أيوه. حجرة حفصة اللي قدام مستوية كذا. مستوية كله مستوي كذا زي كذا. وفي باب من ناحية الروضة يوديك على الحجرة. دحين حاطين عليه مصاحف محل مصاحف. اي نعم. اي ما يستريح. ما يفتح. انستوني. ما يفتح ابدا. لا ما يفتح هذاك. والان الفتح للضيوف كيف يدخلون هنا يدخلون داخل ولا بس؟ الضيوف حول الحجرة بس يعني امثل لك. هذا هنا القبر. اي نعم. الستار هنا. اي نعم. الضيوف يخشوا كذا بس خلف الستار. اي نعم. ما يخش في الوتر القبر ابدا. الله يجزيك عنا احسن الجزاء ويبارك فيك. شيخنا بالنسبه فيه امور تشوفها من الانوار تسمع شيء كنت تسمع صوت تسمع قراءة قرآن تسمع. اجلس انتم جايين في وقت الله يسامحكم. نعم لكن أكرمكم الله جزاكم الله خيرا. أكرمك الله شيخنا. هل كنت تشاهد شيء تسمع شيء؟ هل شاهدت شيء أو سمعت شيء؟ والله في ملائكة تيجي في البيت تزور الحبيب. تعرف الوقت؟ الثلث الأخير ولا الوسط؟ ما تعرف لهم ليه؟ لأن أنا بعد ساعات أروح أوصل عنده. شوف هو القبر حقه هنا وأنا هنا. يعني متر وشوية. أقعد في الأرض أتربع وأقعد أتكلم كأنه إنسان موجود قدامي أتفاهم معه. وبعد ساعات لما أجي رايح جسمي ينفض كأنه كهرباء ضربتني. ما تستطيع تدخل. مع الفترة هذه أنا فهمت
أن في الملائكة. إنه في ملائكة هذاك الوقت لا تجي. سبحان الله. سبحان الله. هات يا مامي هات. شوف هذا المنظر. نعم هذا إبراهيم عليه السلام. هذا منظر المدينة أيام ما كانت قديمة. عليها سور شايف؟ في أبواب تتقفل إلا برا كم كان في السور من باب؟ نعم. كم كان للسور من باب؟ أذان المغرب يتقفل. لا كم من باب؟ كم من باب؟ عندك باب قباء. ايوه. عندك باب العنبرية. نعم. عندك باب الشامي. ايه. عندك باب الجمعة. باب البراوي. خمسة أبواب. باب الكومة كان في باب؟ باب الكومة في باب نعم. والعنابية كان في باب؟ لا العنابية تبع باب المجيدي. وشوف هذاك المنظر. شوف الشيخ هذه المدينة. نعم. وهذا المنظر هذا القبة الخضراء. انت واقف هنا. وأنا واقف عليها. فوق في سطح السطور. في السطور. ليه أيام الشتاء كانت تيجي مطر. نعم. وعادة الرئيس يقول لي يا عبد الفتاح أنا ما استغر عليك ما استغر على أحد إلا عليك أنت. تأخذ 4 من العمال تطلع فوق راقبهم لا يروحوا عند القبة. ليه؟ لأنه البناء القديم كله من الطوب. تهالك من الطوب المطر. اللي هو زي ما تقول هذاك صغير وثاني حاجة ما في اسمنت طين وشعر. نعم. طين وشعر. يخافوا يخر أبو ما يطلع. أفرش فرشة هذاك اليوم حضرت كاميرا. سبحان الله. أنا كل هذا عشان لما ناخذ تقاعد عندي حاجة يبقى عندك ذكرى والعيال يشوفوها. استيفاء هذا واستيفاء. شيخنا بالنسبة شو اسمه؟ بالنسبة للمنارتين اللي هدمتا أيام توسعة الملك سعود. كان في منارة واحدة عند باب الرحمة. أيوه. والثانية وين؟ واحدة عند باب الرحمة. أيوه والثانية؟ ما في ثاني. وقالوا فيه كان الحرم 4 منارات. أيوه 4 منارات كانوا 5. أيوه وين كانت؟ كانت هذه واحدة عند باب الرحمة صغيرة ما هي أيوه كبيرة. ما هي طويلة. لا. أيوه الثانية. بس. كان في شيء جيت باب النساء؟ نعم. باب النساء كان عنده منارة؟ ما في. أكيد. ما في منارة باب النساء. هي واحدة منارة اللي جات باب الرحمة كمان صغيرة ما هي طالعة فوق. اي نعم. في الداخل ولا في الخارج؟ في الحصر؟ في الداخل. في شجر كثير كان في الحصر القديم. كان هناك شجر كبير. كان هناك نخلة سجر. اي نعم. في الركن. اي نعم. في ركن الحصوة. وكان فيه لا شجرة كبيرة من النبق. اي نعم. سدرة كبيرة طويلة. كبيرة. اي نعم. كانت في الركن. في الركن. في ركن الحصوة. اللي يجي من باب النساء. الأولى. اللي يجي من باب النساء. تكون على يمينه. اي نعم. أدركتها. نعم. كانت فوق الحرم سبحان الله. نعم. لا صانها فوق الحرم. أنا قضيت حياتي كلها عند الحبيب. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الله يجزيك كل خير. في سؤال أبغى أسألكم. نعم. العام الماضي أنا ماشي أنا وزوجتي وزوجتي بحب قبل السوق. فطوالي فجأة طحت في الأرض. والقلب له صوت بس حكمة الله اللحم مغطيه. فطوالي جابوا الإسعاف شالوني ودوني المستشفى. قعدت 8 أيام في المستشفى بالعشر. كان رمضان باقي له 2 يومين ويخش. فسألت الطبيب هل أنا أصوم أم لا؟ قال لي لا أصوم. فما صمت رمضان إلا راح. ودحين جاي عليه رمضان جاي إن شاء الله. لا يزال لدحين. ما قضيت. لا تخاف شيئا إن شاء الله. لا تخاف شيئا. لا تخاف شيئا. القضية كلها قضية فضل من الله والطاعم الشاكر له أجر الصائم والصابر. فإلى دحين أنا كيف راح علي شهر. لكن يقولوا للناس ما دام الدكتور يقول لك لا تصوم. صحيح. صدقوا. ترى إذا أذن لك الطبيب في الصوم صم، وإذا لم يأذن لك ما يحل لك. قال لي لا تصوم. لكن دحين جاي عليه رمضان تستشيره كل شيء ثاني. اي نعم.
إذا قال لك لأنه ما برضه تصوم باخذ علاج. إيه نعم، إذا قال لك ما تصوم ما يجوز لك تصوم. باخذ إيه علاج. نعم، نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، نسأل الله أن يرفع عنك البلاء وأن يشفيك ويعافيك ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونستأذن لأن الناس قاموا الصلاة وارتحنا كثيرا، راحة روحية ما تقدر قدر راحتنا في هذا البيت الكريم الذي ينتمي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإلى هذا الشيخ الذي جلس 35 سنة يخدم حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنتم من ذرية عاصم بن عمر بن الخطاب، والأسرة العائلة كلها هنا في المدينة. كل بيت الحجاج نعم في الصكوك القديمة عندنا إيه نعم من 200 سنة و 300 سنة هذا مذكور. وكانوا أول ينادوا الواحد يا عبد الفتاح العمري، إيه نعم يكسب كلمة العمري آخر لحظة. سبحان الله. إيه نعم. الحمد لله، كرمك الله، جزاك الله عنا أحسن الجزاء. الصلاة